يا حياة قلبي مبروك. أكيد طبعا لازم نقول مبروك مبروك يا اسكندرانية على أخيرا الانتهاء ووضع الأسفلت في سيدي بشر. المعاناة اللي استمرت لسنة وشهر من نوفمبر 2024 تحديدا أو ديسمبر 2024 حتى اليوم. ذكريات إشارة سيدي بشر. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وأخيرا تم وضع طبقة الأسفلت على كورنيش سيدي بشر، بس لسه ما فتحناش الطريق. تعالوا كده نبدأ من اول نزلة كوبري محمد نجيب ونشوف اخر التطورات. خليكم معانا. طبعا هنا مكان اشارة سيدي بشر النزلة بتاعتها سابقا. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الجزء اللي بدأنا فيه وضع الاسفلت في سيدي بشر بالظبط قدام النساجون الشرقيون. هنروح هناك وهروح لكم على الطريق نفسه عشان كل حاجة تكون ظاهرة بوضوح. اخيرا بجد الحمد لله. هنا اهو بوضوح بداية من قدام النساجون الشرقيون، قبلها بحتة بسيطة اهو. خلاص تم وضع الاسفلت والانتهاء من الطبقة الاولى. واخيرا حقيقة ناقص بقى يتركب اعمدة الانارة هنا. انا صورت لكم من 3 ايام بالظبط، كانوا لسه بيعملوا في الرصيف ده، خلصناه. متبقي اعمدة الانارة والطبقة التانية من الاسفلت عشان نسويها بالجزء الحارات اللي ماشية عليها العربيات، وكده نفتح الطريق ان شاء الله كل الخير. خلصنا عملت الاناره الجزيره الوسطى الحمد لله اهو. متبقي يعني كام عمود اناره هنا في النص، وبكده نكمل بقى الاسفلت على الجزء الثاني، نفتح الطريق نقول مبروك. خلاص الحمد لله خرجنا من عنق الزجاجه بسلام الحمد لله. من بدايه الاعمال في التوسعه في سيدي بشر هنا من نوفمبر 2024، او نقدر نقول البدء الفعلي في ازاله سور الكورنيش والهدم وردم الشواطئ بدأنا ديسمبر 2024، يعني بقالنا سنة وشهر اهو. الحمد لله انتهينا، انتصرنا وانتصر كورنيش سيدي بشر وحافظنا على سيدي بشر، وسعنا وحمينا الشواطئ وحمينا الكورنيش الحمد لله رب العالمين. عانينا الحقيقة الأمرين أثناء التوسعة اللي هما 700 متر بداية من ديسمبر 2024 لحد دلوقتي. 700 متر من أول نادي السيارات لحد المحروسة. أصعب جزء في التوسعة، أصعب 700 متر حرفيا في التوسعة عشان انهيار الشواطئ، دمرها، التآكل، عانينا بالمنسوب. ماشية على التوسعة أهو قبل سير السيارات للذكرى. كل الفيديوهات وتوثيق الحمد لله الواحد بيحب يوثقها قبل وبعد الانتهاء. الحمد لله اخيرا وسعنا سيدي بشر وخلصنا، وكده يبقى تم الانتهاء الرسمي خلاص من التوسعة الحمد لله. متبقي بقى فتح الطريق، نلتزم بالاشارات، عمل تخطيط الحارات، ويا ريت الناس بقى تلتزم سواء السيارات او المرة. كل الخير ان شاء الله. هنا الجزء بقى قدام خليل حمادة. طبعا احنا هنا حطينا اهو الاسفلت الطبقة الاولى، الجزء ده خلصنا، مكملين بقى وضع طبقة البيتومين وبعد كده هيتحط عليها الاسفلت. بس يعني احنا اهو خلاص بننجز. لاحظوا ان احنا بنخلص قبل ايقاف الترام اول فبراير عشان ما تحصلش يعني الازمات المروريه بقى ما تخشش في بعضها، فكان لازم الانتهاء هنا من سيدي بشر تمام وفتح الطريق خلاص قبل ايقاف الترام عشان ما تبقاش اسكندريه كلها ازمات. يا مسهل اهو زي ما انتم شايفين. كل الخير ان شاء الله. دهان بلدرات طريق الكورنيش، بس مش هجيب طبعا الكاميرا على العمال اهو، وتجهيز طريق الكورنيش بالكامل في سيدي بشر. وخلاص ده كده الجزء المتبقي تمام من وضع الاسفلت. نروح بقى بير مسعود. بير مسعود يا بير مسعود والذكريات. هنا برضو امام نادي السيارات بالظبط للجزء اللي قبليه برضو التجهيز لوضع الاسفلت اهو. حطينا الطبقه الاولى يعني خلاص يا جماعه، يعني نقدر نقول النهارده وبكره كده يكون الاسفلت كله ان شاء الله تم الانتهاء منه.
تظبيط بقى يعني قبل اخر الشهر ان شاء الله يكون طريق سيدي بشر ده اتفتح قبل ايقاف الترام ان شاء الله. هنحاول نقرب شويه من بير مسعود. طبعا كلنا عرفنا ان من 3 ايام محافظة اسكندرية اعلنت رسميا عن مشروع تطوير ساحة بير مسعود، واللي هو هيتم الحفاظ على قيمة المكان التراثية والتاريخية والحفاظ على البئر. وطبعا شفنا كلنا الماكت هنا، دي الاعمال اللي بتتم. هتبقى ساحة ترفيهية مجانية فيها أماكن للجلوس، فيها إنارة نظيفة معمولة على أعلى مستوى، تمام، مع الحفاظ على هوية المكان. تعالوا كده نشوف هوية المكان. كان ده ماكت المشروع. شايفين طبعا المنطقة هتبقى نظيفة جميلة منظمة، أماكن للجلوس. أهم حاجة البحر حق للجميع ورؤية البحر حق للجميع. مدة المشروع 6 شهور، يعني هيخلص يونيو 2026، يعني مع بداية فصل الصيف إن شاء الله. بصوا بقى بير مسعود، بصوا البير نفسه، هو فين الهوية والحفاظ على الهوية بتاعة المكان. ده كان المكان تمام قبل التطوير اللي هيتم. ودي الصخور، احنا كده لغينا وجود الصخور، احنا كده هنقعد مش شايفين صخور، هنشوف سيراميك وبلاط. يعني اي نعم نظافة ونظام وكل حاجة، بس ليه احنا بنمحي كل حاجة؟ يعني بير مسعود معروف ان هي منطقة صخرية طبيعية، ليه ما نحافظش على رؤية الصخور مع البحر؟ تمام، احنا مش ضد التطوير، والله انا مش ضد التطوير، انا مع التطوير، النظافة، الجمال، بس نحافظ على هوية المكان وهوية اسكندرية. لما اعمل بير مسعود بالمنظر ده اللي احنا شفناه، انا بلطته ولغيته، مفيش يعني اي مجال لرؤية صخور ولا اي حاجة. مكان هو عبارة عن حفرة مثلا فيها مية، فين طبيعة البير نفسها؟ نفسي اللي بيقوم بالتصميمات يبص لاسكندرية بعين المحب والعاشق. نفسي يكون من ابناء اسكندرية اللي اتربوا وعاشوا فيها، تمام. احنا نطور، نرتقي، ننظف، نعمل كل حاجة جميلة، بس اسكندريه تفضل اسكندريه، ما احسش ان روحها اتغيرت. يعني مفيش منطقه بير مسعود تبقى عباره عن ممشى عادي زي ممشى البوريفاش. طب انا استفدت ايه؟ انا اهم حاجه عندي المكان، رؤيه الصخور، الجمال، الصيادين اللي كانوا بيقعدوا يصطادوا، الصخور بتاعه البير حواليه، تمام. لكن انا نضفت جملت كل حاجه. يا ريت، يعني انا اكيد كل واحد اسكندراني فاهم انا اقصد ايه. فهنا انا والله مش معترضه على التطوير ولا حاجه، انا معترضه على الشكل العام بتاع البير والجزء القريب من الصخور ومن البحر، بس كده. واولا واخيرا يعني احنا بنتمنى كل الخير لمصر بلدنا الام، والاسكندريه بلدنا الجميله وشعبها الجميل. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. اتمنى ما تزعلوش من كلامي، بس انا والله انا بحب اسكندريه جدا جدا، بعشقها، اتمنى اشوفها احسن، بس نفسي ما تتغيرش، نطور بس نحافظ على هويتها وتراثها والمكان اللي بنحس فيه بروح وريحه اسكندريه. شكرا، السلام عليكم، جيجي رضوان.